سلام. لو كنتوا وصلتوا معانا للمرحلة دي فاسمحوا لي إني أحييكم وأقول لكم برافو. من النهارده بقى هنبدأ في أسلوب إزاي هنقدم الحاجة اللي إحنا عملناها والتحويلات اللي إحنا عملناها دي بصورة احترافية. هنسلم العميل إيه، بس الأول هناخدها واحدة واحدة كالمعتاد. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معانا إزاي إن إحنا نعمل على سافي shareable itinerary links. إيه الهدف من الموضوع ده؟ الهدف إن إحنا عايزين نتأكد إن كل التحويلات اللي إحنا عاملينها دي إحنا كلنا واقفين على نفس اللاين، إحنا والكلاينتس بتاعتنا، الكوليجز، أي حد بنشتغل معاه اوف شور او في تايم زون مختلف عننا، محتاجين ان احنا نتاكد ان احنا كلنا بنتكلم نفس الحكايه. فما ينفعش مثلا ان انا ابعت ميعاد واقول لحد ان الاجتماع الساعه 10 الصبح وانا مش محدده له يعني الساعه 10 الصبح دي ايه، يعني هل انا بكلمه بتوقيتي ولا توقيته ولا ايه الوضع. فلازم يكون في فورمات معينه احنا بنقول فيها ان ده توقيت بتوقيتي وتوقيتك. طيب ايه اللي بيحصل؟ في طرق عن طريق سافي يقدر يعمل لي لينك، واللينك ده بيبقى فيه ميزه بطريقه ما لما نقدر ان احنا نضيفه كايفنت للكالندر، سواء كانت الجوجل كالندر، ابل كالندر، ايا مكان الكالندر اللي بتتعامل معاها. احنا هناخدها خطوه خطوه. ازاي الاول نعمل الطريقه دي. حاجه تانية، لو الدي اس تي احنا بنعمل حاجه للمستقبل والدي اس تي بتاعتها اتغيرت، سافي هيصلح ده اوتوماتيك. الايانا زون برضو اللي احنا اتكلمنا عنها المرتين اللي فاتوا برضو هتبقى مظبوطه. هنتاكد كلنا ان الميعاد مظبوط، كلنا واقفين على نفس الخط كالمعتاد. هنشرح بمثال. المثال اللي معانا فيه سيناريو بيقول كالاتي: احنا عايزين نعمل سافي تايم شيرابل لينك لميتنج ما بين دبي وسنغافوره. الميتنج هيبقى بتوقيت دبي في يناير 19 2026 الساعه 10 الصبح. ايه اللي مطلوب مننا؟ ان احنا نعمل ريبورت للسكرين شوت بتاعه شيرابل لينك ده، وهنشوف ازاي ان احنا نتاكد ان النتائج بتاعتنا صح ولا لا. الخطوه الاولى ان انا ابني اللينك نفسه، build the link. اول حاجه هدخل على سافي زي ما بندخل، بس هندخل على سافي براوزر دلوقتي عشان نشوف اكتر زي ما احنا شايفين. وبعدين هبدا اضيف كالمعتاد المدينتين، المدينه الاولى اللي هي الريفرنس، وبعدين المدينه الثانيه اللي هي التارجت اللي هتستقبل المكالمه، وبعدين بعد كده بدخل التاريخ، وبعدين التوقيت للمدينه الريفرنس اللي هي في حالتنا دبي. سافي اوتوماتيك هيحسب لي التوقيت في المدينه الثانيه اللي هي سنغافوره. تاني حاجه عايزه اعمل كوبي للشير لينك، فكالاتي هندخل من هنا على علامه السيتنج، وبعدين بعد كده هنزل تحت لغايه شير كونفرتر، وبعد كده من شير كونفرتر هيبدا يديني هو لينك. هتاكد ان انا عامله علامه تك على انكلود ديت وانكلود تايم علشان اتاكد ان هو واخد الميعاد بتاع الاجتماع ده تحديدا. تاني حاجه عايزه اعمل تشيك على اللينك. عشان اعمل تشيك على اللينك هدخل على حاجه اسمها انكوجنيتو علشان اتاكد منه. لكن هو ايه الانكوجنيتو ده اصلا؟ الانكوجنيتو ده بيبقى برايفت تاب موجود على اي براوزر بتتعامل معاه، ما بياخدش اي حاجه ليها علاقه بالسيتنج اللي انت مسيفها او الكوكيز اللي ممكن تجي لك من الانترنت او اي تايم ريفرنس انت كنت عامله قبل كده او الاوتو فيل. كل الكلام ده ما بيبقاش متسجل فيها، هي حاجه بتبقى الاستخدام بتاع وقتها وبس. طب تجيبها منين؟ حسب البراوزر بتاعك وحسب نظام التشغيل بتلاقي اسمها انكوجنيتو او ام برايفت او برايفت نيم او سيكريت. فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر، لو كنا على كروم مثلا على نظام الويندوز او اللينكس فهتبقى تجيبها بالاختصار بتاع كنترول شيفت بلس ان، ولو على ماك كوماند شيفت بلس ان، ولو على ايدج في الويندوز لينكس هيبقى كنترول شيفت بلس ان، وعلى ماك هتبقى كوماند شيفت بلس ان، لو الفايرفوكس ويندوز لينكس كنترول شيفت بلس بي، وعلى الماك كوماند شيفت بلس بي، وهكذا. طيب لو انا مش عايزه احفظ الاختصارات دي هلاقيها فين؟ في طريقه المنيو باث، فهتدخل من عن طريق القائمه دي وهتبدا تدور على نيو ان برايفت ويندو، وهي دي. قلنا ممكن يكون اسمها انكوجنيتو وممكن يكون اسمها برايفت وممكن يكون اسمها سيكريت. طب لو انا على التليفون هدخل على البراوزر اللي انا بشتغل عليه، كروم، ايدج، سامسونج، وات ايفر، اي براوزر انت شغال عليه، هتدخل على الايكون اللي بتدور فيها لغايه لما توصل للسيتنجز. قبل ما توصل للسيتنجز هتلاقي في تاب اسمه انكوجنيتو او ان برايفت او سيكريت، نفس الحكايه. هتضغط على التاب دي هتدخل عليه. خلاص كده عرفنا الانكوجنيتو. نبدا بقى نرجع لمسالتنا تاني. فتحنا الانكوجنيتو دلوقتي اللي احنا محتاجينه اوريدي معانا اللينك اللي احنا خدنا كوبي لللينك بتاعه اللي احنا عاملينه على سافي. هبدا افتح انكوجنيتو وهبدا احط لينك وهبدا اضغط انتر واشوفه. لو لقيت توقيتات ما حصلش فيها تغيير يبقى تمام، اللينك ده مظبوط واقدر ان انا اعمل له شير لاي حد تاني باي وسيله من الوسائل اللي احنا هنعملها بعد كده، ان انا ببعته في رساله او ان انا بضيفه على الكالندر، وهنشوف الحلقه الجايه ازاي بنضيفه على الكالندر. طيب انا هبعته ازاي دلوقتي؟ احنا واقفين على ان احنا معانا اللينك وفتحناه والدنيا كده تمام. باخد سكرين شوت، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بكتب الداتا بتاعتي بصوره دبي، التوقيت بتاعي كذا، الايانا بتاعتها كذا، وسنغافور بالتوقيت كذا والايانا بتاعتها كذا. يعني لما يكون في تعدد للمدن، في اختلاف في فرق توقيت، فاحنا بنحط توقيت المدينه الريفرنس وتوقيت المدينه اللي هيروح لها كلمه. طب هل انا ملزم ان انا اشارك اللينك نفسه؟ مش ضروري، بس في طريقه ان احنا هنقدر نشاركه بحيث ان لو حصل ان احنا بنخطط لحاجه بتوقيت متقدم فممكن الدي اس تي تتغير، ساعتها هنبقى محتاجين
محتاجين ان احنا نعمل شير لللينك، بس الشير لللينك دي بقى هناخدها المره الجايه، عشان ده بيحصل معاه تغيير اوتوماتيك. يعني ازاي ان انا ما اشيلش هم الفكره بتاعت ان طب لو الدوله اللي فيها DST قررت انها مش هتطبقه وانا كنت عامل حسابي ان انا مطبقه، ازاي هعمل ده؟ شوفها في الحلقه الجايه. دلوقتي اساينمنت ليكوا علشان تجربوا عليه. هنعمل سابي شيربل لينك لميتنج بين القاهره ونيويورك، التاريخ بتاعه 10 مارس 2026 الساعه 3 الظهر بتوقيت المحلي للقاهره. مطلوب منك كالعاده السكرين شوت بتاعتك، تعمل التشيك بتاعت اللينك بتاعك، تشوفوا عدى الانكوجنيتو ولا ما عداهاش. اشوفكم في الحلقه الجايه، وخلوا بالكم احنا تقريبا مخلص دلوقتي، احنا رايحين على مرحله ازاي نطلع المنتج بتاعنا. انا سعيده بنفسي، سعيده بيكم، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.